كلمة للشباب. أعزائي الشباب، إليكم هذه الكلمة من الدكتور أحمد إبراهيم حليم، مدرب التنمية البشرية، حول كيفية تحديد الأهداف. اخواتي واخواتي في الله والوطن، اتكلمنا في الحلقة السابقة عن أهمية الهدف وازاي الهدف بيخلينا متحمسين لتحقيقه وازاي بيرسم لنا الطريق. والنهاردة هنتكلم عن ازاي نحدد هدفنا. البداية عكس كثير من الناس ما بيفكروا ان تحديد الهدف هو عن طريق انك تحدد النتيجة اللي انت عايز توصل لها، مثلا مرتب كبير او شهادة ماجستير او لكن الحقيقة ان دي طريقة غلط لتحقيق الهدف، وغالبا ما بتجيبش نتيجة لانها بتحفز الواحد بقدر ضعيف، ومع صعوبات الطريق غالبا بيتنازل الانسان عن هدفه او بيأجله، وساعات بيفكر ويكتشف انه ده مش هدفه اصلا وانه ماشي في الطريق الغلط. وقبل ما اكلمكم عن ازاي تحقق هدفك لازم نعرف معلومة مهمة جدا. الإنسان ليه 3 مستويات من العقل: conscious mind and super conscious mind. conscious mind ده ببساطة هو الجزء من العقل المسؤول عن التحليل المنطقي، اللي هو بيفكر بيجمع المعلومات من خلال الحواس الخمس. subconscious العقل الباطن ده قدراته غير عادية وغير محدودة في تخزين المعلومات وتوجيه كل إمكانيات الجسم والعقل والنفس في اتجاه معين. ما بيفكرش، ولكن قدرته غير عادية في تسجيل اللي بيحصل في حياتنا، وبيشتغل اوتوماتيك طبقا للمخزون عنده. مثال على ازاي بيشتغل هو لما تتعلم سواقة العجل. في الاول بتحتاج تستخدم الكونشس مايند، العقل اللي بيفكر، علشان تحسب خطواتك وتتعلم ازاي تسوق العجلة. بعد كده بتتخزن المعلومات دي في السب كونشس مايند، وبيشتغل بعد كده اوتوماتيك على المعلومات اللي عنده، لدرجة ان انت ممكن تسوق عجلة بدون ما تفكر، او ممكن تفكر في حاجة تانية خالص. العقل الباطن من ابداعات الله، بيخليك اللي انت عايز تكونه على حسب انت مقتنع بايه. العقل الباطن بيشتغل على المعتقدات. انت مقتنع انت مين؟ لو انت مؤمن بان انت ناجح هتكون ناجح وهيخليك ناجح بقدرة الله، ولو مؤمن بالعكس هتكون العكس. نتكلم كمان على المستوى الثالث من العقل وهو السوبر كونشس. والسوبر كونشس هو المسؤول عن كل الاختراعات على مر الازمان. مفيش عبقري الا ما استخدم السوبر كونشس بتاعه. السوبر كونشس هو الحاجة اللي بتبدع وبتديك الحلول في اوقات ممكن تتخيل ان الموضوع ملهوش حل. السوبر كونشس اللي بيوجهه للشغل هو العقل الباطن بالمعتقدات الموجودة جواه، بمعنى ان مفيش عبقري مقتنع انه غبي، لان المقتنع انه غبي عمره ما هيكون عبقري. الكلام ده علمي والكلام ده مثبت. والعقل الباطن بيشتغل زي ما قلنا بالمعتقدات، والمعتقدات دي نتاج التربية والدين والثقافة والاهل والتعليم. العقل الباطن عامل زي الكمبيوتر، اللي بيتخزن عليه هو اللي بيشتغل بيه. بمعنى لو انت برمجت الكمبيوتر ان 1=2، وبعد كده اديته مسألة بسيطة قلت له 1+2 يساوي كام، هيقول لك تساوي 2. هي دي الحقيقة. برمجة العقل الباطن هي بالمعتقدات. بمعنى لو انت مقتنع ان انت لا تستطيع ان تنجح في امتحان صعب، عقلك الباطن لو دخلت امتحان وعرفت انه صعب هتسقط بمنتهى البساطة. ليه؟ لان هو هيهيأ لك الظروف ان انت تسقط. يعني هتذاكر الجزء الغلط، او مش هتحل الامتحان، او مش هتاخد بالك من الكلمة اللي ممكن توصلك للحل، او هتنسى سؤال من الاسئلة المهمة في الامتحان. فتخيل نفسك مستخدم كمبيوتر، والكمبيوتر ده هو عقلك بالثلاث مستويات. لو عرفت تستخدم الكمبيوتر ده هيفرق كتير قوي في وصولك لهدفك وفي حياتك. العقل الباطن زي ما فهمنا ان هو المسؤول عن توجيه المجهود بتاعي والتفكير وامكانياتي، وبالتالي هو المستهدف في تحديد هدفنا، وهو اللي هنحاول نحدد هدفنا عشان خاطر يبدأ كل كياننا يمشي في اتجاه الهدف. تحديد الهدف لازم نوصل الأول إلى الهدف السامي اللي تحته الأهداف بتاعتنا. بمعنى لو أنا عايز أحدد هدفي الأول لازم أسأل نفسي سؤال: هو أنا عايز أوصل لإيه؟ لو كانت الإجابة مثلا إني عايز أتعين في شركة كبيرة، اسأل نفسك تاني: طب ليه؟ عشان أخد مرتب كبير وأعيش مرتاح وأتعلم وأتطور. اسأل نفسك تاني لأن أنت لسه ما وصلتش لهدفك الصح. طب ليه؟ عشان أكون أحسن وأقدر أساعد عيلتي. قربت. طب ليه؟ عشان أساعدهم وأسعدهم، أو بمعنى آخر أساعد اللي حواليا يعيشوا أفضل. هنا أنت وصلت للهدف بتاعك. والهدف عمره ما هيبقى الهدف السامي بتاعك إلا لما يخش فيه عمل يستفيد منه الغير بدون مقابل منك أو منهم. لما توصل لهدفك السامي وتفضل مقتنع بيه وتكتبه قدامك وتبدأ تشتغل على أساسه، تبدأ كل أفعالك وأقوالك كل إمكانياتك موجهة في اتجاه واحد: أنا هدفي إني أساعد الآخرين يعيشوا أفضل، وبالتالي أنا بشتغل عشان أساعد الآخرين يعيشوا أفضل. أنا بتعلم عشان أكون أحسن، عشان أنقل علمي للناس فالناس تعيش بشكل أفضل.
اي حاجة هعملها هتكون منتهاها ان انا عايز الناس يعيشوا افضل. مثال تاني، انا بصلي وبصوم وبزكي ليه؟ عشان ادخل الجنة. هنا انت وصلت لنتيجة في العالم التاني. اسأل نفسك طب ايه الفايدة في الدنيا؟ عشان اكون اصلح ومتمسك بديني اكتر. تمام؟ طب ليه؟ عشان لما كل واحد يتمسك بدينه ويطبقه في الحياة هتكون الافضل والخير هيعم. يبقى هو هدفي نشر الخير في الارض. لما توصل للهدف اللي بتاخد فيه في الاعتبار الاخرين ان انت لازم تقدم لهم حاجة، ابدأ عمم هدفك. يعني لما اوصل ان انا عايز التزم بديني عشان لو تمسكت بديني كل الناس هتعيش افضل والخير هيعم، يبقى هدفي هو نشر الخير في الارض. هنا بتبدأ حياتك تتغير، بتبدأ تعيش بشكل افضل، بتبدأ افعالك يبقى فيها روح واقوالك يبقى فيها روح، بتبدأ يبقى عندك حافز غير طبيعي واصرار غير طبيعي، وبتتحرك في اتجاه هدفك لغاية لما هتحققه. مفيش خيار تاني. كن عن همومك معرضا وكل الأمور إلى القضاء، إلى القضاء، إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، ما قد مضى.